كل شي بلّش مع فارس صديق طفولتي، كنت أعتبره أقرب الناس لإلي. كنا نفكر بمشروع صغير بمجال استيراد المواد الكهربائية، وقررنا نجمع كل شي صمدناه ونبلش من الصفر. وثقت فيه ثقة عميا وتركت كل التفاصيل المالية بين إيديه. كان يحكي بحماس ويطمني إنه الأمور تحت السيطرة. وبعد كم شهر اكتشفت إنه الحسابات كلياتها غلط وما لها متطابقة، وإنه البضاعة اللي وعدني فيها ما وصلت. رحت وواجهته وكان صوته قلقان: حسام، الأمور تعقدت شوي، بس رح نرجع كل شي. بس الحقيقة كانت أبشع. فارس سحب المصاري واستثمر بمشروع تاني بدون ما يخبرني، ولما خسر ما ضل شي. كانت الخيانة مزدوجة، ضياع المال وضياع الصديق. ما كان الموضوع مجرد أزمة مالية، حسيت إنه الأرض انسحبت من تحت رجلي.